اليوم معنا شخصية أمير غالب أو فخامة السفير اليمني الأمريكي للولايات المتحدة الأمريكية داخل دولة الكويت، المواطن اليمني الأمريكي أمير غالب من محافظة إب، منطقة العود تحديدا. تخيلوا الشخص هذا دخل واجتهد والتحق وكمل دراسته هنا داخل أمريكا، يعني لا هو من مواليد أمريكا ولا من الناس الذين هم يعني مستوطنين من قبل. دخل ولحق ودرس واجتهد إلى أن وصل إلى ما هو الآن عليه، مرشح إلى أن يكون سفير الولايات المتحدة الأمريكية داخل الكويت. وأمس كانت المقابلة الأخيرة له علشان يتم الترشيح، وتشوف أنه صح محارب من بعض السياسيين وكذا، ولكن ما زال جاهد ومجتهد إلى أن يوصل إلى هدفه. فبالله عليكم أنتم كيمنيين أو كمواطنين يمنيين داخل أمريكا وخارج أمريكا، أليس هذا المواطن اليمني فخر لكل يمني؟ وصل الى مرتبه لم يوصلها اي يمني ولا اي عربي من قبل، يعني ما بش اي يمني او عربي وصل الى المرتبه اللي يوصلها الان. يعني الان اصبحت رتبته بما يعادل وكيل وزير او نائب وزير داخل الولايات المتحده الامريكيه، يعني له سلطه وله قرارات وله مكان اكثر من الرئيس حق نادي دهوس اليمن. فبالله عليكم الا نفتخر بهذا الشخص؟ اليس هذا الشخص صوتي وصوتك وصوت كل مواطن يمني مغترب داخل امريكا بالمجال السياسي داخل امريكا؟ فايش رايكم انتم؟ ايش الكلمه التي توجهوها للاخ امير غالب؟ احنا كلنا معك ومؤيدين لك قلبا وقالبا، وان شاء الله بالتوفيق. وبرضه كلمه للناس الذي هم تحصلوا انه به يمنيين، تخيلوا يمنيين معارضين الشخص هذا مننا وفينا، وهو ممثلنا ووصل الى مكان لم يوصل له اي يمني من احد. ما بش واحد اثبت جدارته نفس ما اثبت جدارته هذا امير غالب. وتشوفوا ان به ناس مكانهم جالسه تلاحق الشخص هذا وتنتقده، بينما تشوف الناس اللي لا تنتقده يعني لدرجه ما احتاج خريج شهاده ثانويه، انسان فارغ جالس فوق المتكا. لا ينتقد انسان بمرتبه سفير او بمرتبه وزير داخل الولايات المتحده الامريكيه. فبالله عليكم ايش الكلمه التي توجهوها للشخص امير غالب هذا واي شخص منتقد الشخص هذا؟ احنا مؤيدين ومرابطين وداعمين للاخ امير غالب بكل المجالات، فالى الامام. فوالله العظيم انه فخر لكل يمني داخل الغربه وخارج الغربه. اصبح لليمنيين الان صوت داخل الكونغرس، داخل الولايات المتحده الامريكيه، داخل المجالس الكبار. هذا هو الاجتهاد بحد ذاته، لا هي عنجهيه ولا هي بقوه وعضلات، بالعكس احنا بدوله يسودها القانون. فصل الى الشيء الذي تريد ان تصل اليه، وخلى البعضطه الذي هم جالسين يبعططوا. فايش رايكم انتم يا شعبنا اليمني؟